الأغذية اللي المفروض نتناولها في الشتاء اللي بترفع المناعة. احنا قلنا قدر كبير من المعلومات في لقاءات سابقة، لكن ليس هناك ضرر من التذكير يعني. شوف حضرتك، هو نمنع البرد ازاي؟ نمرة 1 غسل الايدي، 2 اتعلمنا كلمة عكسة، 3 التهوية، 4 التدخين لو سمحتوا، التدخين اللي بيدخنوا في كل مكان. يعني انا النهارده التقيت بمجموعة شميت السجاير 4 مرات في حياتي، ليه؟ يبقى التدخين ده خطر جدا على الناس، بيقلل المناعه وبيقلل من قدره الاهداب على التخلص اللي موجوده في الانف والجهاز التنفسي من التخلص من الميكروبات والانفلونزا. بعد كده التغذيه وتحتها خطوط عريضه جدا، بس جديد بقى النهارده هتكلم على 3 حاجات: فيتامين الف وفيتامين سي والسبانخ. فيتامين الف الناس عارفاه، اوكي، فين؟ في الجزره. انهي جزره؟ طلع انا عايش حوالي 5000 وحده في اليوم، طلع ان الجزره الكبير انا لو خدتها لو بالغ هيديني 17000 16700. الجزره المتوسطه 10، الجزره الوسطانيه البسيطه الصغيره دي بتبقى 8. يبقى لازم كل يوم الطفل بتاعي ياخد الجزره، اديته حصه من فيتامين الف، مش بس عشان البصر، ده بيحمي المناعه المخاطيه اللي هي من اول انفه لجوه ومن اول الشرج والفم والكلام ده، والمناعه المخاطيه اللي هي اللي بيحصل فيها العمليات والالتهابات والكلام ده. وفيتامين الف بيبقى عامل زي الابره، بيجي يرقق الثقوب، بمعنى لو في حاجه مخدوشه عندي في الغشاء المخاطي يقوم يمسك ابره ويخيطها، يخلي الغشاء المخاطي ملس وحيوي ويمنع ثغره الدخول. بعد كده كمان عندك البطاطا، عندك الاوراق الخضراء كلها. فيتامين سي، فيتامين سي الناس لسه فاكره ان فيتامين سي موجود في البرتقال والليمون وبس، فينك؟ لا، نمره 1 فوق الجوافه، 2 الكيوي، 3 البروكلي، 4 الفلفل بالوانه، ولون واحد ما يغنيش، كل الالوان. بعد كده حط البرتقال والليمون والفراوله والطماطم. فيتامين سي مهمته ايه؟ ان هو بيحميني من البرد. مهم جدا الناس اللي بتدخن قدامي، اصل هو بيكسر قدامي 28 مللي جرام فيتامين سي. طبعا التدخين ده من غير كلام مضر بيخرب لك كل. لا للشخص المدخن والشخص المصاحب للمدخن كمان. السبانخ والسبانخ، اتفضل. السبانخ عشان في ناس كتير يقول لك ما بحبهاش وبيخوها غلط. هتاكلوا السبانخ متسويه نص سوا نيه. ليه؟ اصل في ناس بتشرب سبانخ في الدول المتقدمه بيشربوها كانز، بيشربوها عصير. في ناس بتجيب السبانخ وبتعصرها نيه. السبانخ هامه جدا، هتجيني فيتامين الف وفيتامين سي والحمد لله والكلام ده. فيتامين الف اللي في السبانخ ال 100 جرام هيديني 188 من نسبه في المية من اللي انت محتاجه في اليوم. هيديني حديد 25%، هيديني فيتامين سي 47% من احتياجك اليومي، هيديني حمض الفوليك 48.5% من احتياجك اليومي. طب انا عايز الفوليك، عايز ايه؟ الفوليك هام جدا للمناعه، هام الوقايه من السرطانات، هام لتظبيط الحاله المناعيه لمرضى الحساسيه ومرضى الربو، بيحافظ على المجال التنفسيه. الفوليك غايب عن حياتنا اصلا، الناس ما بتاكلش ورق، ما بياكلوش مكسرات، وده هيدخلني في كلمه زنك. الزنك هام جدا للفتره دي. الزنك يقلل من حده البرد ونزلات البرد ومعدلاته. ليه؟ لان احنا اصلا ما بناكلش زنك. احنا نسينا الحاجات اللي فيها الزنك، اللي هي الرده، القشر بتاع الفول، قشر البقول، كلها لازم ناخدها، وكمان المكسرات، واللي مش عايز يجيب مكسرات يجيب فول سوداني، وكمان المأكولات البحريه كلها. اللي عندهم نقص في الزنك بطول عندهم نزلات البرد، زي اللي هم الناس اللي عندهم الربو والحساسيات والناس اللي بتدخن اللي عنده نقص زنك. اما بياخد الزنك بتفرق معاه كتير جدا. ده الزنجبيل هام جدا. الاغذيه البنفسجيه، عندك البنجر، الفجل الصيني، اي حاجه زرقاء في السوق، الخسه، في خس عارفه الخسه دي كده؟ الخسه البنفسجيه دي الفوائد بتاعتها 100 ضعف الخسه العاديه. شوف بقى مضادات الاكسده اللي فيها رائعه. كمان الكرومب البنفسجي، مش عايز دور على اي حاجه بقى بنفسجيه في السوق، ان شاء الله توت اي حاجه موجوده. كل الحاجات البنفسجيه دي بتبقى هامه جدا لزياده المناعه ومضادات الاكسده ومركبات الفيتو، مفيش مانع. تمام. ودول هامين جدا الفتره دي كلها. طيب، هل صحيح انه الخضروات يفضل انها تتاكل نصف مطهيه، يعني قدر الامكان تكون ده اللي هي بتطهي؟ هو في خضروات طازجه هاكلها، يعني انا مثلا بس على شرط الجزره بشرها. لا طبعا الخضروات اللي هي السلطه بتتاكل حتى الخيار كده طازجه، لكن انا قصدي على الخضروات المطبوخه. يفضل انها تتاكل مثلا على البخار، زي السبانخ، زي البروكلي، تسويه قليله، زي البروكلي احنا بنسويه دقائق، والسبانخ بناكلها نيه ومش بنقطعها، احنا بناكلها طويله كده اهو بالشكل ده. وبرضه يبقى يفضل على قدر الامكان. وكمان الاحتياطي اما اجي اطبخ الخضروات والكلام ده، انا بغلي الميه الاول، وبعد ما تغلي
بعد ما اللحمه تستوي احط الخضار في الاخر. يعني احنا بناكل البسله نص وهكذا، يبقى تبقى الحاجات دي كلها قدر الامكان محتفظه بقيمتها الغذائيه عشان استفيد، لان في فيتامين سي. انت لو عملت النظام ده مع البطاطسايه نفسها هتاخدي برضه فيتامين سي، حتى البطاطس حتى في قشرها. يبقى على قدر الامكان ما نسويش الخضار قوي. واغلب الفنادق الفخمه والدول الاجنبيه بيحطوا لك سلطه، لك هي سلطه خضروات او هي مطبوخه، يقول لك هي نيه ليه؟ ده ما طبخوش البسله، ما طبخوش، لا هي مقصوده كده، مقصوده. تمام. طيب